بيبتدي الفيلم بمجموعة من الفرسان وهي بتطارد وحش عملاق للجبل، وبيدخلوا الكهف بتاعه بحذر، ولكن فجأة بيظهر الوحش اللي بيطلع تنين عملاق وبيخلص على الفرسان كلهم بالنار في ثانية واحدة. وبعد قرون وفي أرض بعيدة كانت فلوريا وأختها إيلي بيجمعوا خشب وفارو لأن الجو بيزيد في البرودة، ولما بيرجعوا لمدينتهم بيبان فعلا الجوع والفقر اللي الناس كانت فيه. بتدخل إيلي واختها تقابل أبوهم الملك اللي بيكون مع ملكة أوريا اللي بتطلب منه إن بنته تتجوز الأمير هنري ابنها. كانت إيلي رافضة في الأول، بس أبوها بيقنعها إنهم محتاجين الجوازة دي لأن شعبهم بيموت من الجوع، وفعلا بيتحركوا بالسفينة. ولكن بعد فترة وهم في المية بيدخلوا في ضباب قوي جدا. وقتها بيقول الملك خلاص إن هم قربوا من شواطئ مملكة أوريا اللي ما كانش حد من الموجودين عارفها ولا سمع عنها قبل كده. وفجأة بيتصدموا بتماثيل لتنين عملاقين، وبعد ساعات بيوصلوا بالفعل للمملكة وبياخدهم كبير الخدم وبيفرجهم على القصر الكبير اللي كانوا مبهورين بجماله. بتخرج إيلي من البلكونة وبتشوف المناظر الجميلة، وبيلفت نظرها بنت واقفة في البرج قدامها. وتاني يوم بتقابل إيلي هنري وبيتمشوا مع بعض علشان يتعرفوا على بعض أكتر. وبتعرفوا إيلي إنها بتعمل كل ده علشان مستقبل شعبها، وبتقوله إنها نفسها تركب الخيل، وفعلا بيركبوا مع بعض. وكانت إيلي مبسوطة جدا. كان وقتها أبوها الملك خرج من عند الملكة أم الأمير، وبيعرف مراته انهم هياخدوا دهب كتير جدا يكفيهم هم وشعبهم، لكن كان باين عليه التوتر. وبدأت تجهيزات الفرح، وبتروح مرات الملك بي تقابل الملكة وبتحاول ان هي تتقرب منها، لكن بتهنها بالكلام وبتفكرها ان الموضوع كله انهم محتاجين فلوس، وبتهنها بالجوازة دي. بتروح بي وبتعرف إيلي انها مش مطمنة للناس دول وانهم مش طيبين زي ما هم متوقعين. وقتها بيدخل ابوها عليهم وبيقطع كلامهم. تاني يوم بتلبس إيلي الفستان وهي مبسوطة مع اختها، وبتروح لهنري وبيكملوا مراسم الفرح، وبتبقى رسميا الاميرة الجديدة لمملكة أوريا. وبعد ساعات بتودع اهلها وبتنطلق هي والامير لمكان فوق الجبل، وهناك كان في مجموعة من الناس لابسين اقنعة وبترحب بيها الملكة وبتحكي لها قصة شعبها اللي وصل الجزيرة دي من قرون، بس ما كانوش هم السكان الوحيدين، وعلشان يستمروا في الحياة كان لازم تضحية. وبتجرح ايد الامير وايد إيلي وبتخلط دمهم علشان تبقى إيلي دمها من دماء الملكية، وبتطلب منها ترمي عملة ذهبية في الكهف، وبتعرفهم ان كده انتهت المراسم وانهم ممكن يرجعوا. وبيعرفها هنري ان هو لازم يشيلها وهم راجعين، ولكن فجأة في نص الجسر بيعتذر منها وبيرميها في الكهف، وبتقع وبتفقد الوعي. وبعد فترة بتصحى وبتكون مصدومة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبتصرخ علشان حد يساعدها. وحالتها الصحية كانت كويسة بسبب فروع الأشجار اللي خبطت فيها وهي نازلة. وقتها وبسبب صوتها بيصحى التنين. بتحاول إيلي إنها تتسلق الكهف ولكن مش بتعرف. وقتها بتشوف مجوهرات كتير وبتعرف إن هي كانت الأضحية الجديدة. وفجأة من وراها بتسمع صوت وكان فيه ضوء، وبتتحرك ورا الصوت علشان تشوف مصدره. وهناك بتلاقي طير بيتحرق، وساعتها بتخرج مئات الطيور المحروقة وبيموتوا حواليه. وقتها بتشوف إيلي تنين عملاق وبتحاول إن هي تستخبى منه، والصدمة إن التنين بيتكلم وبيسألها على اسمها وبتجاوبه. ولما بتسأله هو عاوز منها ايه، بيعرفها ان هو عاوز اللي وعدوه بيه، ان كل جيل اهل المملكة بيدفعوا له تمنه علشان يسيبهم حيين. وبيظهر قدامها وبيطلب منها تجري، وبدأ ان هو يطاردها بناره، وبتقدر تهرب وبتدخل في الكهف. وهناك بتتصدم لما بتشوف جثة البنت اللي شافتها في البرج أول ما وصلت. تستخبى إيلي في شق صغير في الجبل، وبتقدر تبعد عن النار اللي بتحرق رجليها. بتخرج إيلي خنجر كان موجود في فستانها، وبتقطع من فستانها جزء وبتربط رجليها. بتولع شعلة وبتتحرك في الكهف أكتر، لكنها بتتحبس في مكان ضيق وبتتزحلق وبتقع وبتطفي منها الشعلة. وبعد ساعات بتبدأ إن هي تتحرك تاني وبتوصل لمكان فيه أجسام بتنور، وكانت هتقع في حفرة كبيرة ولكن بتاخد بالها في اللحظة الأخيرة. وقتها بتقلع الخاتم وبترميه في الحفرة، وبتجري وبتنط علشان توصل للجزء التاني. كانت هتقع ولكن الخنجر اللي معاها قدرت إن هي تطلع بيه. ولما شافت الأجسام المضيئة دي كانت عبارة عن حشرات صغيرة، وبتاخد شوية منهم علشان ينوروا لها. وهناك بتلاقي مية بس كانت مش نظيفة، ولكنها بتشرب من النقط اللي بتقع من السقف. وقتها بيظهر التنين اللي بيولع في المكان، وبتهرب إيلي في اللحظة الأخيرة. وبيعرفها التنين إن هي بتستخبى زي كل اللي قبلها، وفي الآخر بيوصل له وهو أصلا بيستمتع بكده. وقتها بتشوف كلام على الجدار إن المكان اللي هي فيه ده آمن وإن هو مش بيقدر يوصل له. وبتشوف كمان فساتين زي اللي هي لابساهم، وبيكونوا بتوع الضحايا اللي قبلها، وأسمائهم على الجدار اللي كان عددهم كبير جدا.
بتنام إيلي وهي مرعوبة وبيتهيأ لها انها شايفة امها واختها وابوها وكل اللي كانوا قبلها كانوا في نفس المكان ده وهم بيعانوا زيها. وفجأة بتقوم وبتلاقي الحشرات على جرحها وبتتصدم ان هم شافوا الجرح، ولما بتقرب الحشرات على جرح تاني بيختفي في ثانية. ولما بتقوم بتلاقي خريطة على الجدار وبتحاول ان هي تعرف هي فين بالظبط، وفعلا بتلاقي طريق للخروج وبتسأل نفسها اذا كان في اميرة قبلها قدرت ان هي تخرج، وبتقرر انها تغامر ومش هتستسلم للموت. وبتكتب اسمها على الحيطة وبتبدأ انها تتحرك. وبعد دقايق بدأت تسمع صوت التنين وبتوصل لأوضة الموسيقى اللي المفروض تخرج منها، وهناك بتلاقي تاج واحدة من الأميرات اللي أكيد نجحت في الهروب، وده بيديها حافز أكتر انها تحاول. بتبدأ انها تربط ايدها ورجليها لان البلورات بتكون حادة جدا، وبدأت تطلع عليهم بكل قوة وحماس. ولما خلاص قربت من النهاية كان التنين وراها وشايفها، وللأسف كانت هتقع وبيستعد التنين ان هو ياكلها، ولكنها بتتعلق في الوقت المناسب وبترجع تطلع مرة تانية وبتوصل لفوق فعلا. بس بتتصدم لما بتلاقي نفسها في وسط جبل عالي جدا عن الأرض، وبتقعد وهي فاقدة الأمل إنها ترجع لأهلها مرة تانية. وبعد دقايق بتسمع صوت خيول وبتبدأ تنادي بأعلى صوت عندها علشان حد يسمعها، وفجأة بيظهر التنين في وشها وبيعرفها إن مفيش حد بيهرب منه. وبتشوف هيكل عظمي جنبها، وقبل ما بيحرقها التنين بيسمع صوت حد بيناديها. كان أبوها ورجالته دخلوا الكهف علشان ينقذوها. بترجع إيلي بسرعة لما سمعت صوته، ولما كانت ماشية بتشوف دهب كتير وتنانين صغيرة ميتة. وبنعرف ان في اول الحكاية لما دخلوا الفرسان للكهف كانوا علشان يموتوا التنانين الصغيرة، ومن وقتها التنين بيكره البشر والسلالة الملكية خصوصا. وعند ابوها والجنود اللي كانوا معاه فجأة بيظهر التنين وبيسحب واحد منهم وبيموته، وبيحاول التاني يهرب لكن بيمسكه وبيخلص عليه. ووقتها كان فاضل ابو إيلي وبيمسكوا التنين وبيطلب منه يناديها وهو يسيبه يعيش. بيناديها ابوها وبيعتذر منها لانه هو السبب في اللي هي فيه، وبيأمرها ابوها انها ما تخرجش. وقتها التنين بيتضايق وكان هيخلص عليه، لكن بيسمع صوت إيلي، وفي نفس الوقت كان في واحد فاضل من الجنود اللي كانوا مع ابوها وبيسمعوا التنين وبيروح وراه. بتجري إيلي وبتقعد مع ابوها وبيطلب منها تستخدم الحبل علشان تهرب بيه والسفينة مستنياها، وبعدها بيموت. وبتتحرك إيلي فورا وبتطلع على الحبل، لكن التنين بيشوفها من بعيد وهو بيخلص على الراجل وبيرجع لها وبيحاول يحرقها. ولحسن الحظ بتقدر إيلي تهرب في اخر لحظة وبتخرج من الجبل وبتركب الحصان وبتتحرك بسرعة من المكان، لكن التنين مش بيسيبها وبيخرج وراها فورا. بتنزل من الحصان وبتستخبى منه، لكن للأسف بيحرق التنين الحصان وبيتضايق وبيبدأ يحرق المكان كله اللي حوالين الجبل. ومن بعيد بتشوف الملكة اللي حصل وبتبدأ انها تتحرك علشان تحل الموضوع. وبتروح الملكة للسفينة اللي فيها اخت إيلي ومرات ابوها، وبياخدوا فلوريا منها وبيطعنوا مرات ابوها. وتاني يوم إيلي كانت مستخبية وبتخرج من مكانها وبتحس ان الوضع بقى امان. وقتها بتقابل مرات ابوها وبتعرفها انها خدوا فلوريا للكهف، وبتعرفها إيلي انها هتروح تنقذها وترجع لها. كانت الملكة عايزة تضحي بفلوريا مكان اختها، لكن الامير هنري كان رافض لانها طفلة. بس الملكة بتكمل الطقوس بنفسها وبترميها في الكهف. وفي الوقت ده إيلي بترجع تاني للكهف لكن مش بتلاقي حد، وبتسمع صوت اختها. بترمي حبل وبتنزل بسرعة، والتنين كان شايل فلوريا وطاير بيها. وبتتحرك إيلي اللي كانت خلاص حفظت المكان وبتغير ريحتها وبتعمل درع من الحديد الموجود، وبتروح تاخد سيف ابوها وبتتحرك. كان التنين ماسك فلوريا وعارف انها اخت إيلي ومستنيها توصل علشان تنقذها. بعد فترة بتقع الدروع اللي هي كانت عاملاها وبتعمل صوت وبيتحرك فورا التنين عليه. وفي الوقت ده كانت إيلي وصلت لاختها وبتصحيها وبتاخدها وبيتحركوا. وقتها عرف التنين انها كانت بتكذب عليه، وساعتها بتطلب إيلي من اختها انها تستخبى وهي هتواجه التنين بنفسها علشان تعرفه الحقيقة. وفعلا بتظهر قدامه وبتقوله انها مش من السلالة الملكية لكنه كان هيخلص عليها. وقتها بتطعنه وبتقع في المية وبتنطفي نارها. بتخرج من المية واختها بترميلها السيف، لكن التنين بيمسكها بين ايديه وبدأ ان هو يطعنها. بس إيلي بتسحب الخنجر وبتصفي عين التنين بيه، وساعتها بتمسك إيلي السيف وبتروح تخلص عليه وبتعرفه ان هي مش من السلالة الملكية، لكن بيقول ان هو شامم ريحة دمها. بتطعنه في دراعه وبيرميها بعيد. كان بدأ التنين خلاص ان هو يبقى ضعيف، وبتمشي إيلي وبيكون وراها التنين ماشي ببطء، وكان بيطلب منها انها تقبل مصيرها زي ما هو قبل مصيره وهيموت وحيد زيها، لكنها رفضت. ووقتها كانت واقفة وفي ظهرها جدار مقوس، وبتطلب منه لو يقدر يخلص عليها ويحرقها. وفعلا اول ما بدأ يخرج النار بتبعد في الوقت المناسب وبترجع النار عليه وبتحرقه.
بتمسك السيف مرة تانية وبتقرب منه وبتوريله الجرح اللي في ايدها اللي بيربط بين دمها وبين دم العيلة الملكية، علشان كده بيشم ريحة دمهم. ووقتها بيطلب منها انها تخلص عليه، وفعلا بترفع سيفها ولكنها بتضربه في الارض وبترفض انها تموته، وبتروح تجيب الحشرات المضيئة وبتحطها على جروحه علشان تعالجه. كان وقتها في القصر الامير هنري بيتجوز، ولما بيشوف عملة ذهبية على الارض كانت هي إيلي اللي الكل بيشوفها وبيتصدم. بتروح إيلي وبتطلب من الاميرة الجديدة انها تاخد عيلتها وتهرب، وبتعرض على كل الموجودين فرصة اخيرة انهم يهربوا، لكن العيلة الملكية بتفضل موجودة. كانت الملكة مش خايفة من إيلي، لكن إيلي بتعرفها انها ما تخافش منها، ولكن تخاف ان دي هتكون نهاية قصتهم. وقتها بيظهر التنين وبتمشي إيلي، وبدأ ان هو يحرق كل الموجودين وبيحرق القصر بالكامل. وكانت إيلي خارجة والتنين طاير فوقها. بترجع إيلي لمرات ابوها وبتناديها بامها، وبتاخد اختها وبيرجعوا لبلدهم مرة تانية، لكن المرة دي كان معاهم التنين. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.